بخصوص ضرب امريكا المفاعل النووي الايراني. يعني موضوع مستفز جدا 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 ومقزز لابعد حدود. اسرائيل بتضرب ايران عشان بتعمل مفاعل نووي، وهي وايران بتقول ان المفاعل النووي سلمي، واسرائيل بتقول لا ده عسكري. طب حتى لو عسكري، طب ما انت اصلا اسرائيل عندك مفاعل نووي عسكري، والعالم كله عارف ان عندك من 80 ل 200 راس حربي نووي، محدش بيتكلم. طيب ايران ماضيه على معاهده انتشار عدم انتشار الاسلحه النوويه، وبتقول يا جدعان حتى لو بكذا ما بتصنعش النووي. طب اسرائيل تضرب ليه؟ يعني مين يديها السلطه انها تضرب؟ مش بس كده، لا وامريكا تدخل تضرب معاها. طب اذا كان اسرائيل اصلا مش ضمن المعاهده دي، ورافضه كل مراقبات الوكاله النوويه، ورافضه ان حد يجي يراقب عندها، وتقول لك انا عندي في السر، بس في العالم كله عارف ان هي عندها. يعني ايه الخرا ده؟ يعني انا مش عايز اشتم، ايه القرف ده يا جدعان؟ ومين ادى حق لامريكا واسرائيل يضربوها وليه تحت اي مبرر؟ العالم واقف يتفرج ويقول لك متحده وشرعيه دوليه وكلام في البتنجان. بصوا يا جدعان، يعني خلاصة الكلام، القوي هو اللي يعرف ياخد حقه، الضعيف ياخد على قفاه وهو ساكت. ايران باللي حصل فيها ده طلع بره المعادله. الشرق الاوسط ما فضلش فيه الا دولتين، تركيا ومصر. طبعا اسرائيل معاهم عشان اسرائيل، بس عشان اسرائيل مش هنحسبها، عشان اسرائيل تشيل امريكا عنها بقت غطا قله، هي اللي بيحميها بس امريكا. ربنا يسترها علينا وعلى تركيا. الواحد مش عارف يقول ايه والله. وعلى العرب اللي بيروح يدي ترامب تريليونات الدولارات عشان ياخدها يجي يضرب بيها، يجي يضرب بيها اسمها ايه. يعني انت متخيل ان دولة ماضية على عدم انتشار النووي، وعندها مراقبين وكالة الطاقة النووية، وبتقول انا ما عنديش، بصنع بس مدني، وعايزة تتفاوض عليه، ودولة تانية ممنوع حتى يجي تدخل المراقبين الطاقة النووية عندها، وبتقول لك انا ما عنديش، او بتقول انا عندي، كل عارف كل ان هي عندها، وفي الاخر محدش بيجي يراقب. ولا مش بس كده، تروح تضرب دولة تانية وتيجي امريكا تساعدها. يا اخي ابو ده عالم على ابو ده وجود على ابو ده قرف. موضوع مقزز اقسم بالله، يعني مقزز لابعد الحدود. والامم المتحده نيتو ترفع لك امريكا، ومفيش اي حاجه ليها لازمه في الامن، مجلس الامن. يعني حاجه ما يعلم بها الا ربنا. ربنا يستر على مصر وعلى العرب اللي بيروحوا يدوا ترامب فلوس، او تركيا اللي معانا في المنطقه.